ماذا لو أخبرتك إن جاراً عربياً يخفي وراء انخفاض إنفاقه العسكري خطة صاعقة ستقلب موازين القوة في شمال إفريقيا إلى الأبد؟ في لحظة يزداد فيها التصعيد على حدود المغرب والجزائر بصواريخ قاتلة، تكشف تحركات الرباط السرية عن لعبة جيوسياسية خطيرة. صفقة طائرات F-35 الشبحية التي حرمتها الدول العربية لعقود، باتت على بعد خطوات من المغرب بعد ضوء أخضر إسرائيلي. لكن المفاجأة الصادمة ليست هنا. الخطر الحقيقي يكمن في وثيقة سرية واحدة كشفتها مراكز أبحاث عالمية. موسكو وبكين تعيدان رسم خريطة ولاءاتهما وتتحركان خفية لدعم الموقف المغربي في الصحراء. لماذا تخشى الجزائر هذا التحول؟ وما علاقة أنبوب الغاز النيجيري المغربي بانهيار تحالفات خصوم الرباط؟ في الدقائق القادمة ستغوص معنا في أعماق مخطط لا يعرفه 99%. كيف تحول طائرات سكايبرا الإسرائيلية والصواريخ الأمريكية المغرب إلى عقاب شمال إفريقيا رغم انخفاض إنفاقه؟ لماذا انسحبت مصر وموريتانيا فجأة من مناورات جزائرية لتنضم إلى تدريب الناتو بالمغرب؟ الكشف الأكبر: الوثيقة الروسية الصينية التي تفجر تحالفاً خفياً قد ينهي أطول نزاع في إفريقيا. هذه ليست تحليلات تقليدية، بل سلاح معرفة ستحاسب عليه إذا تجاهلته. معكم الوطن TV، حيث نكسر الحجب ولا نركع إلا للحقيقة. اضغط اشتراك الآن زائد الجرس، لأن ما سيكشف بعد 20 ثانية قد يحذف من المنصات. شاهد بأم عينيك الضربة التي ستجعل خصوم المغرب يتراجعون إلى الوراء. كشف التصعيد الحارق بين إيران وإسرائيل جانباً خفياً في تملك قوة سلاح الجو، إذ يضعه الخبراء العسكريون في الصف الأول لتصنيف القوة. وهنا تبرز حاجة المغرب في تقوية قدراته الحربية، خاصة على مستوى الطائرات المسيرة وامتلاك أحدث التقنيات والتكنولوجيا العسكرية. المغرب يعتمد على مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين لتزويدها بالأسلحة المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة، حيث تأتي 64% من واردات المغرب العسكرية من واشنطن، تليها فرنسا بنسبة 15%، ثم إسرائيل بنسبة 11%. موقع تايمز ايروسبيس المتخصص في أخبار صناعة الطيران كشف أن المغرب اقترب من أن يصبح أول دولة عربية وإفريقية تستحوذ على مقاتلات F-35 الشبحية الأمريكية، خاصة بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لهذه الصفقة، وهي التي كانت دائما ما تمارس ضغوطا على الإدارات الأمريكية لمنع بيع هذه الطائرة المتقدمة للدول العربية، حفاظا على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة. وفي موضوع آخر، وسجل التقرير أن أبرز الصفقات التي عقدها المغرب كانت شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز F-16 بلوك 72 لتعزيز قدرات سلاح الجو المغربي، وتطوير أسطول الدبابات عبر اقتناء دبابات M1A2 أبرامز التي تعد من بين الأكثر تطوراً في العالم، بالإضافة إلى الحصول على منظومات دفاع جوي متطورة بما في ذلك نظام باتريوت وأنظمة مضادة للطائرات بدون الطيار، وعقد صفقات مع إسرائيل لتعزيز قدرات الاستطلاع والتجسس باستخدام الطائرات بدون الطيار، فضلاً عن اتفاقيات لتطوير الصناعة العسكرية المحلية بالتعاون مع شركات أمريكية وإسرائيلية. ورغم انخفاض قيمة الإنفاق العسكري المغربي، أوردت مجلة جون أفريك في تقرير حديث لها نقلا عن محلل عسكري مغربي لم تذكر اسمه قوله: ما يجب أن نتذكره ليس الانخفاض النسبي بقدر ما هو حقيقة أن المغرب اختار إدارة عقلانية لإنفاقه، فهو يقوم بعمليات شراء مستهدفة للمعدات المتطورة لمواصلة تحديث طائراته المقاتلة من خلال تجديد طائرات الهليكوبتر وشراء المعدات المتطورة مثل الطائرات بدون الطيار، ويعمل أيضا على تعزيز الغطاء المضاد للطائرات للدفاع الإقليمي.
الانخفاض النسبي في الإنفاق العسكري بالمغرب يقابله زيادة مذهلة في الإنفاق العسكري الجزائري، والتي وفق جون أفريك ترتبط أساساً بالتوتر المتجدد في منطقة المغرب العربي، مع انهيار العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والجمود التام لقضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وتبني العواصم الكبرى مقترح الحكم الذاتي كحل لإنهاء النزاع. وفي موضوع آخر، موسكو وبكين تعيدان تموضعهما السياسي في قضية الصحراء المغربية. هذا ما كشفت عنه ورقة بحثية حديثة صدرت عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان الصين وروسيا في مواجهة قضية الصحراء المغربية نحو تقارب المصالح الاستراتيجية. أعدته الباحثة في العلاقات الدولية والقانون الدولي العام الدكتورة فدوى عماري، والباحث الدكتور رضا لياموري زميل أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. وأبرزت الورقة أن مواقف الدولتين تشهد تحولات تدريجية تعكس تقاربا ضمنيا مع مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. في هذا السياق صرحت الدكتورة عماري بأن التقرير يسلط الضوء على التحول التدريجي في مواقف بكين وموسكو التي طالما كانت تعتبر هذه القضية ثانوية في سلم أولوياتها. وأضافت المحاضرة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن هذا التحول يأتي في إطار عالمي متغير، حيث تبرز ملامح توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مدفوعاً بنهج براغماتي يركز على المصالح المشتركة والتوازنات الجيوسياسية الإقليمية. ظل موقف الصين من قضية الصحراء المغربية يتسم بالحذر والحياد النسبي على مر العقود، حيث تجنبت بكين الانحياز صراحة في ملف الصحراء المغربي. ويعود هذا الحياد حسب التقرير إلى التزام الدبلوماسية الصينية بمبادئ ما يعرف بدعم حركات تصفية الاستعمار من جهة، والدفاع عن مفهوم وحدة الأراضي من جهة أخرى. في المقابل تشير الدكتورة عماري إلى أن هناك مؤشرات قوية تدل على ميل الصين نحو الموقف المغربي، خاصة بعد دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2440 في عام 2018 الذي أشار لأول مرة إلى حل واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق. وتضيف أن التصويت الصيني لصالح القرار 2602 في أكتوبر 2021 الذي قدمته الولايات المتحدة واعتبر مؤيداً لمقترح الحكم الذاتي المغربي كان بمثابة إشارة واضحة على تطور موقف بكين نحو فهم أعمق للموقف المغربي. وفي جانب متصل تعززت العلاقات الصينية المغربية في مجالات عديدة، حيث أقامت الدولتان شراكة استراتيجية خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بكين عام 2016. وفي حين حافظت التصريحات المشتركة على حذر دبلوماسي بشأن الصحراء، فإن الإشارة المستمرة للصين إلى مبادئ السيادة ووحدة الأراضي للدول قد فسرت كعلامة اعتراف ضمنيا بالمطالب المغربية. فرؤية الصين تتمحور في الحفاظ على الحدود التاريخية وعدم إنشاء دول جديدة ضمانة للاستقرار. وتابعت الدكتورة عماري أن المغرب قد دعم سياسة الصين الواحدة فيما يتعلق بتايوان وأولويات بكين في المحافل الدولية، وهذا في المقابل أظهر تفهما صينيا لمخاوف المغرب المتعلقة بالسيادة. وتضيف عماري أن غياب جبهة البوليساريو الانفصالية عن منتدى التعاون الصيني الأفريقي الأخير في بكين شتنبر 2014 رغم عضويتها في الاتحاد الأفريقي يعد دليلاً على انحياز الصين للموقف المغربي. روسيا توازن المصالح الاستراتيجية. أما روسيا فقد تبنت هي الأخرى مقاربة حذرة تجاه قضية الصحراء المغربية، ولكن بمسار مختلف عن الصين، حيث سلطت الورقة الضوء على تاريخ الموقف الروسي منذ الحرب الباردة، حيث كانت موسكو تدعم حق تقرير المصير، ورغم ذلك لم تعترف موسكو رسميا بمطالب الجبهة الانفصالية، ولم تقطع علاقاتها الثنائية مع المغرب. وبعون نهاية الحرب الباردة أعادت روسيا تحديد أولوياتها في شمال أفريقيا، وحاولت التقرب من الرباط مع الحفاظ على شراكتها مع الجزائر. رسميا حافظت روسيا على حياد مبدئي في قضية الصحراء المغربية، داعية إلى حل تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ترى الدكتور عماري أن زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016 كانت نقطة تحول، حيث أسفرت عن إعلان شراكة استراتيجية معمقة بين المغرب وروسيا. وفي هذه الوثيقة أخذت روسيا في الاعتبار موقف المملكة المغربية من قضية الصحراء، وأكد الزعيمان أنهما لا يدعمان أي تسرع أو مخططات تبتعد عن المعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن الحالية. وترى الورقة بأن عدم تعبير روسيا عن دعم صريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي، إلا أن موقفه الدبلوماسي أظهر ميلاً إيجابياً نحو هذه المبادرة. وتضيف الدكتور عماري بأن روسيا أبدت اهتماماً متزايداً بالفرص الاقتصادية التي يتيحها المغرب، ورغم محدودية استثماراتها المباشرة فقد تم توقيع اتفاقيات للصيد البحري في المياه الأطلسية التابعة للأقاليم الجنوبية، وهو اعتراف ضمني بلغة المصالح بالسيادة المغربية على صحرائها. تقارب المصالح المشتركة. يؤكد التقرير أن كلاً من الصين وروسيا لديهما مصلحة في استقرار منطقة المغرب العربي وحل قضية الصحراء المغربية، لأنه يضمن بيئة جيوسياسية مستقرة في المغرب العربي، وهي منطقة قد تخسر فيها الصين الكثير في حال تفاقم النزاع أو تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. وتؤكد الورقة بأن الصين بصفتها مستورداً رئيسياً للطاقة ومصدراً للسلع تخشى أي اضطرابات قد تؤثر على الطرق التجارية أو تهدد مواطنيها في الخارج. وترى الدكتور عماري أن حل قضية الصحراء المغربية وفقاً لمقترح الحكم الذاتي سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المنطقة، خاصة في المغرب والساحل والصحراء، مما يسمح لموسكو بالمشاركة في مشاريع واسعة النطاق دون المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي. وفي موضوع آخر، احتضن المغرب من 9 إلى 13 يونيو 2025 فعاليات الورشة الثانية لتمرين Regional Endeavour 2025 Regent Chersand الذي نظمته القوات المسلحة المغربية بشراكة مع حلف شمال الأطلسي الناتو، بمشاركة عدة دول عربية وأفريقية بينها مصر وموريتانيا. وتكتسب مشاركة مصر وموريتانيا أهمية بالغة، خصوصاً في ظل انسحابهما قبل أسابيع قليلة من مناورات سلام أفريقيا 3 التي نظمتها الجزائر احتجاجاً على استدعاء ميليشيات جبهة البوليساريو، مما يضفي على مشاركتهما في تمرين المغرب رسالة واضحة تؤكد التزامهما بشراكات قائمة على القانون الدولي وبالتعاون الأمني المسؤول والفعل على مستوى المنطقة. التمرين يعكس حرص هذه الدول على دعم الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مواجهة الأزمات الإنسانية وحماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات الثقافية وترسيخ دور المرأة في السلام والأمن. باختصار، مشاركة مصر وموريتانيا في تمرين ريجن 25 بالمغرب ليست مجرد حضور عسكري، بل تحمل دلالات سياسية واستراتيجية تعكس تحولات في موازين القوى والتوجهات الأمنية بالمنطقة، وتؤكد التزام هذه الدول بالعمل المشترك بعيداً عن التجاذبات التي تعيق بناء أمن إقليمي متين. وفي موضوع آخر، أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بنما خافيير إدواردو مارتينيز أشافاسكيز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، حيث استعرض الطالب العلمي خلاله ملامح الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسلطاً الضوء على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خاصة تلك ذات البعد القاري، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الرامي إلى دعم الأمن الطاقي لدول غرب إفريقيا وربطها بالمحيط الأطلسي. من جهته، أعرب وزير خارجية بنما عن تقديره الكبير للدور الإقليمي والدولي الذي يطلع به المغرب، مشيداً بانخراطه الفعال في دعم التعاون بين دول الجنوب.
كما جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل قضية الصحراء، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية. وخلال الاجتماع نوه رئيس مجلس النواب بموقف بنما الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا حرص المغرب على تعزيز علاقاته مع بنما، خاصة على مستوى العمل البرلماني من خلال تقوية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات.